اوعى تشتري اي سلك بيبقى فيه ألمونيوم زي ده كده. الاسلاك اللي بيبقى فيها شيلد ألمونيوم مفروض يا صديقي ان هي تمنع اي تداخل كهرومغناطيسي ممكن يدخل على السلك، فبالتالي ما يلقطش اشارات من الاسلاك اللي حواليه، وهي دي وظيفة الاسلاك اللي بيبقى فيها شيلد. ولكن الشركات بتضحك علينا كلنا. الألمونيوم فويل اللي بيبقى موجود حوالين السلك بيسحب كل الموجات اللي حواليه، بس تفتكر الموجات دي هتروح فين بعد ما تتسحب؟ المفروض تروح للارض. مفيش ارضي فعلي او نظام تقريض، يعني كل الموجات الكهرومغناطيسية دي بتفضل على سطح السلك. مش كده وبس، ده هي كمان بتدخل جوه السلوك النحاس اللي المفروض هي بتحميها. وساعتها يا صديقي بدل ما كنت هتجيب السلك ده علشان يشيلك الموجات الكهرومغناطيسية، انت جايبه علشان يزود لك موجات كهرومغناطيسية في السلك الرئيسي بتاعك. فالافضل دايما يا صديقي انك تبعد عن كل الاسلاك اللي فيها شيلد وتستخدم الاسلاك العادية اللي ما فيهاش شيلد. لايك، فولو، شير.